قررت انعزل عن العالم لمدة 24 ساعة. تعالوا شوفوا ايه اللي حصل. في التجربة دي أنا هنعزل حرفيا عن العالم لمدة يوم كامل، يعني 24 ساعة. وأول حاجة قررت أبدأ بيها يومي وهي الصلاة. طبعا صليت الصبح وصليت الظهر لأن أنا في اليوم ده كنت صاحية متأخر، بس أنا قررت أقضي ال 24 ساعة كاملة. دخلت أول حاجة على المطبخ، لقيت القط منعزل في المطبخ عامل زي كأنه شكله كده عايز يعمل معايا التحدي. زي ما انتم شايفين كده قررت ان انا احضر لي الفطار بشكل سريع قوي، وانا فطاري المفضل يوميا هو بسكوت، وكمان بحط بقسماط، وبعمل نسكافيه او بعمل شاي بلبن، ده على حسب اللي موجود. متحمسة جدا اشارككم التجربة دي لان انا يعتبر بقضي حياتي لوحدي كتير قوي، وبحس ان انا على طول بعمل كل حاجة تبسطني بنفسي. فحبيت اشارككم التجربة دي عشان انتوا كمان لو انتوا بتقعدوا لوحدكم كتير، او انتوا حاسين ان انتوا على طول حياتكم مليانة وعايزين تعيشوا التجربة، تعرفوا ايه اللي هيحصل. تاني حاجة دخلت بقى بعد ما فطرت، قلت هطلع اللبس ولازم ادلع نفسي. اكيد مش هفضل قاعدة في البيت في اليوم اللي هقضيه لوحدي، فلازم نتعلم ازاي نعتمد على نفسنا ونعمل كل اللي احنا عايزينه من غير ما نكون مستنيين حد. اول حاجه طلعت الاوتفيت بتاعي. طبعا انا قعدت افكر كتير قوي، بس الحمد لله قررت ان البس القميص الستان ده، وفي نفس الوقت كمان طلعت عليه طرحه تكون فيها نفس درجات البيبي بلو او درجات الازرق عموما اللي موجوده في القميص. طبعا اللي عارفني من زمان وعارف عبير كويس قوي هيعرف ان عبير بتحب الغوامق وبتحب الاسود جدا، فعشان كده النهارده قررت اعمل حاجه مختلفه والبس الوان. وده ما يمنعش ان انا برضو هحط في الاوتفيت بتاعي اسود، بس ده البنطلون. وزي ما انتم شايفين كده اخترت الشنطه السوداء، وتعالوا بينا يلا نجهز الحاجات اللي جوه الشنطه. اول حاجه انا النهارده كنت بفكر ان ممكن اعمل شوبينج، فقلت هاخد معايا فلوس زياده احتياطي، بجانب ان انا طبعا هقضي اليوم بره ولسه مش عارفه هعمل ايه. وعبير طبعا بتحب تبسط نفسها، فاكيد طبعا لازم ان انا يعني ما بخلش على نفسي بحاجة. حطيت طبعا الفيزا بتاعتي وحطيت الفلوس، وحطيت كمان شوية حاجات كده زيادة زي البرفيوم، زي المناديل، زي طبعا الحاجات الأساسية في الميك اب اللي أنا بحتاجها، زي مثلا الليب جلوس وهكذا. وعايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، لازم تفصلوا الفلوس بتاعتكم عن الفكة، بحيث ان انتوا ما تقعدوش تصرفوا من الفلوس نفسها وانتوا عندكم فكة في الشنطة، لأن أكتر واحدة بعمل الموضوع ده. تاني حاجة قررت أخدها معايا غير الفكة، ان انا لازم احط معايا نوت بوك او احط معايا كشكول وورقه اكتب فيهم المعلومات المهمه اللي انا مثلا حاسه ان انا عايزه اعملها، ونسيب الحته دي لبعدين لان هي نقطه لازم نتكلم فيها كويس قوي. وزي ما انتم شايفين كده حطيت الليب جلوس وحطيت الفكه في نص الشنطه، وكده اكون خلصت خلاص تحضيرات الشنطه. حطيت كمان النوت بوك دي مكتوب عليها كن كالورد ما وقع على شيء الا وجمله، بجد بحبها قوي وعندي منها اكتر من واحده. كده الشنطه بتاعتنا جاهزه. تعالوا دلوقتي اوريكم بقى هنعمل القميص ازاي بشكل مختلف، بحيث ان احنا نغير من شكله وما يبقاش شكله تقليدي. طبعا هو طويل كده زي ما انتم شايفين، فانا دخلته في المكان بتاع الحزام بالشكل ده، ودخلت الناحية التانية بنفس الطريقة. وعايزة اقول لكم الطريقة دي يا بنات بجد انا عملتها اكتر من 3-4 مرات، دي كانت اول مرة اعملها فيها. بجد شكله بقى مختلف وشكله حلو قوي، وهحط لكم برضو صورة تانية الاوتفيت لبسته بنفس الطريقة، بس انا هنا كنت لسه اول مرة بجربه فما كنتش عارفة اظبطه. شايفين شكله في الاخر بقى عامل ازاي؟ شلنا الطول بتاعه الزياده، في نفس الوقت خلينا شكله شيك اكتر. ولبست بقى الاكسسوارز السيلفر دي، ولبست كمان خواتم سيلفر. بجد انا اكتر حاجه بحس ان هي بتنطق الاوتفيت الاكسسوارز اللي في الاخر. اي حاجه بتفرق طقم عن طقم، عشان في بنات كتير قوي بتقعد تقول لي عبير قلنا ازاي نلبس شيك او ازاي نحس ان احنا الاوتفيت بتاعنا مختلف. دايما الاوتفيت بيتنطق بالاكسسوارز اللي بنلبسها عليه. وزي ما انتم شايفين طبعا بعد ما خلصت الساعه كان لازم انا يبقى ختمين يكونوا شبه بعض. انا مش عارفه هنا ليه الكاميرا حاسه انها سلو موشن، بس اوكي ما علينا، يعني خليكم مستحملين معايا علشان يعني مش عارفه ايه اللي حصل في الحته دي. وزي ما انتم شايفين كده اخترت الختمين دول، ما اخترتش حاجات كتير او ما اخترتش انا البس خواتم كتير، اخترت حاجتين كده يبقوا سيمبل عشان يكون شكلهم لطيف. اخر حاجة عملتها بقى وهي اختياري للسلسلة، وبجد حلوة قوي، عليها الخرزة الزرقاء وعليها كمان الخضرة، فحسيت انه ماتشنج كده مع اللي انا لابساه، فبجد كل حاجة كانت طالعة بيرفكت بجانب الحزام. وزي ما انتم شايفين كده شكل الاوتفيت كامل في المراية الطويلة. سوري بقى على الكركبة، بس اعتقد انتوا كده يا جماعه عارفين انا قد ايه بحب البيبي بلو. انا الملايه بتاعتي بيبي بلو، والحيطه بيبي بلو، والسجاده فيها ازرق،
انا يا جماعه بعشق اللون ده قوي. وزي ما انتم شايفين هنا كده كنت بجهز بقى خلاص عشان الف الطرحه بتاعتي. طبعا عايزه اقول لكم ان الطرحه ما كانتش نفس الدرجه بتاعه الشميز، بس هي بجد كانت حلوه قوي يا بنات. يمكن بس الكاميرا تكون مبهتاها شويه، بس هي درجتها كانت منوره كده وحلوه. زي ما انتم شايفين انا هنا كنت بلف لفه عشوائيه بس بشوف هي هتليق ولا لا، وبعد كده ظبطت لفه الطرحه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي قدام المرايه. كده بقى القمر بتاعنا جاهز وخلاص هيدلع نفسه وهينزل عشان خاطر ينعزل عن العالم لمده 24 ساعه. وبالتالي هنا اصلا كنا بقالنا حوالي ساعتين لوحدنا من اول ما صحينا من النوم لغايه ما قمنا وجهزنا وصلينا وعملنا كل الحاجات اللي كانت في اول الفيديو. طبعا بحاول اسرع لكم احداث اليوم على قد ما اقدر بحيث ان انتم ما تملوش معايا في الفيديو. وده كده شكل الاوتفيت. يلا بينا بقى عشان خاطر نطلب اوبر وننزل نشوف هنروح على فين. طبعا كنت محتاره جدا هروح فين، وفي الاخر استقريت على سيتي ستارز بحيث ان هو يكون مول واقدر اعمل فيه اكتر من اكتيفيتي، وفي نفس الوقت انا حافظه اصلا سيتي. فاول حاجه خدتها معايا الهاند فري، ودي صديقتي في الانعزال دايما سواء كنت في البيت او بره البيت. الحمد لله اوبر متاخرش عليا خالص، وصل في حوالي دقيقتين او 3. وبعد كده هنا ركبت، كنت في الطريق وبتصور لكم. هنا كانت الساعه تقريبا 4 العصر. الجو كان حر جدا جدا جدا، بس انا قلت ان انا رايحه مول كده كده فقشطه يعني نستحمل الطريق واحنا هنوصل هناك هيبقى الجو حلو. عايزه اقول لكم ان اول ما وصلت وشفت الزحمه بتاعه سيتي انا كنت حاسه بجد ان انا يعني انا ازاي بنعزل لوحدي في مكان زي ده يا جماعه. الواحد عشان ينعزل محتاج يعمل التجربه دي قدام بحر، او يعمله مثلا في مكان يكون هادي بحيث ان هو بجد يقدر يفصل عن العالم. بس ده ما يمنعش ان انا كملت معاكم التجربه وقلت يا جماعه انا هفضل وهكمل وهعمل نفس الحاجه اللي انا قررت ان انا انزل اعملها. ودي من اكتر الحاجات اللي بتفرق قوي، ان انت لما تقرر انك تعمل حاجه لازم تعملها بغض النظر عن الحاجات اللي ممكن تواجهك. انت هتوصل وانت هتعرف تكمل. وزي ما انتم شايفين هنا كنت لسه واصله، وبجد كانت المول يعني مش باين خالص ان هو زحمه. ودخلت اعمل شوبينج، دخلت نيويورك ودخلت ديفاكتو H&M. بجد يا جماعه انا عايزه اقول لكم انا ما بقيتش الاقي لبس. بس اول حاجه دخلت مسكتها كانت التيشيرت ده، او هو تحسوه كده شكله مختلف وكان سعره حلو قوي، كان معمول عليه سيل كان تقريبا ب400. فبجد كان حلو جدا جدا وسبته وقمت ورحت اتمشى كتير قوي، وفي الاخر رجعت امسكه تاني. فده وان ده يدل على ان انا خلاص قررت اجيبه. تاني حاجه لقيت تيشيرت حلو قوي 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 زي اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده، الابيض شكله شيك قوي بس يعني حسيته ان هو مش صيفي. رحت بقى اشتريت اللي انا عايزاه. وكده كنت دخلت على H&M. انا دخلت من الدور بتاع الاطفال وبعد كده نزلت دور تاني تحت عشان خاطر انزل عند الدور بتاع الحريمي او الكبار. يعني قعدت اتفرج على الاكسسوارز. بصراحه هو السعر بتاعها اوفر ريتد قوي بجد، بس يعني قشطه. هنا اتفرجت على الهيلز واتفرجت على سليبرات كتيره قوي عشان ناويه اروح برضو مصيف الفتره اللي جايه. ده كان عاجبني قوي لان الستايل ده ماما بتحب تلبسه قوي، اللي هو الاسود اللي فات مش ده. بجد كان حلو قوي وكان سعره تقريبا 2000. قعدت اتفرج كده على شويه حاجات. اكتر ستايل بحبه واكتر الوان بحبها كانت موجوده بجد في H&M. درجات الازرق اللي بعشقها، القمصان اللي بتبقى قصيره كده وكروبد، بجد بحب الحاجات دي قوي. فهستنى رايكم تقولوا لي الحاجات دي لو عجبتكم هل هي تستاهل ولا لا، ولو كده هنزل اجيبها. بعد كده قررت اروح عند Bath and Body Works. انا بصراحه بقالي كتير قوي ما رحتش اشتري من عندهم عشان انا كنت في فتره امتحانات وكنت فتره اصلا ما يعلم بيها الا ربنا. رحت بجد جربت كذا حاجه وشميت كذا حاجه، عجبني ده قوي قوي بجد. وعايزه اقول لكم كمان ان في مكان في المعادي بيجيب الحاجات دي كلها بسعر ارخص. انا لسه ما جربتش المكان ده وما اعرفش حاجته اوريجينال ولا لا، بس انا لقيت ريفيوهات كتير قوي من بنات على الفيسبوك وعلى الانستجرام ان المكان ده فعلا بيجيب الاوريجينال، بس الفكره انه بيجيبوا من بره فبيبقى السعر ارخص. يعني ممكن تشتروا 2 بسعر واحده بس. هنا كانوا عاملين سيل برضو حلو قوي ان هي ب295، وكانوا عاملين سيل على حاجات كتير قوي. انا ما اشتريتش حاجه بس عرفت وصورت الحاجات اللي انا محتاجاها، وهروح اشوف المكان اللي في المعادي لو عجبني هصور لكم فيه، ولو لقيت ان هو يعني مكان كويس وكده هصور لكم فيه واعرفكم كمان العنوان والتفاصيل دي كلها. شايفين طبعا سيتي كانت زحمه قوي ازاي. انا بجد كنت مخنوقه لان انا كنت حاسه ان انا محتاجه كده افصل مش اتزحم اكتر. هنا دخلت ديفاكتو حبيب القلب. بجد يا جماعه قعدت اتفرج على كل حاجه موجوده عندهم. لاول
اول مره اطلع الاقي نفسي مفيش حاجه شدتني اللي هو واو. يعني دخلت لقيت اغلب الحاجات يعني عاديه، او بمعنى اصح يعني مش مستاهله ان انا اتشد ليها، كلها حاجات عاديه. وحتى الحاجات اللي ما كانتش عاديه كانت بالنسبه لي السايز بتاعها مش مناسب. تعالوا اوريكم بقى شويه كده جوله سريعه. هناك ما كانش فيه زي ما انتم شايفين اي حاجه. انا تقريبا 3/4 الكوليكشن اللي موجود في ديفاكتو عندي في الدولاب، سواء كان التيشيرت سواء كان القميص البيج اللي انتم شايفينه دلوقتي قدامكم ده. حاجات كتير قوي بجد كانت اصلا هي عندي. بعد كده طلعت الدور الثامن وطلعت طلبت اكل. بجد الوجبه دي بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. بعد كده دخلت مدينه التلج، لقيت الدنيا زحمه قوي، حتى كنت بفكر ان انا ادخل بس قلت هدخل لوحدي ففاكس. تفتكروا يومي هيخلص كده؟ لا طبعا، كان لازم ان انا انزل اشرب الكوفي بتاعتي من ستاربكس. انا قلت بقى بما ان الدنيا زحمه في سيتي فهنزل عند مصر الجديده جنب بيتي كده، وهروح ستاربكس اللي عند الميرلاند. بجد يا جماعه كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه لي في يومي، لان انا كنت واخده معايا النوت بوك، محتاجه اقعد كده في حته رايقه واقعد اكتب شويه الافكار اللي في دماغي اللي انا محتاجه اطلعها، وكنت محتاجه اواجه نفسي حرفيا بكل حاجه كانت مضايقاني، عشان انا الفتره الاخيره بقيت بتجاهل مشاعري وبتجاهل افكاري وبتجاهل كل حاجه مضايقاني وبقيت بعدي. بس وصلت لمرحله ما انا لازم اتكلم ولازم افضفض مع نفسي. رحت زي ما انتم شايفين كده ناحيه الميرلاند، اتصدمت بالزحمه اللي موجوده هناك. ده اول يوم اروح فيه، يعتبر كان 5 يوم عيد ولا يعني بعد ربع يوم عيد، فالدنيا كانت زحمه. اضطريت اقعد بره، ما لقيتش مكان في ستاربكس خالص. وبجد انا قلت ان الدنيا مش هتوقفني وبرضه هكمل تصوير الفيديو. تعالوا اقول لكم بقى عملت ايه بعد كده عشان اقدر اكمل اليوم واحس ان انا مستفاده بيه. اول حاجه خدت لي كده كام بق كده من المشروب اللي انا طلبته. وبجد يا جماعه المشروب ده جديد عجبني قوي قوي قوي، اسمه دولسي لاتيه. بجد حبيته قوي لان المشروب اللي انا متعوده اشربه اللي هو توفي نات لاتيه ما كانش موجود. قررت بعد كده ان انا افتح الريكورد من موبايلي التاني اللي انا مش بصور بيه، وفتحت ريكورد وقعدت اتكلم فيه عن كل حاجه مضايقاني وواجهت نفسي. وبجد حسيت ان كل كان بيحصل قبل كده كان اشاره لان انا اعمل الموضوع ده، لان الموضوع ده فرق في نفسيتي اكتر من الكتابه. حسيت ان الكتابه كانت ممكن اقعد اكتب بس انا مش عارفه اعبر عن اللي جوايا، عكس تماما لما اجي افتح فويس نوت واقعد اتكلم. ففتحت فويس نوت وانا ماشيه بتكلم كده في هدوء، وكنت بتمشى في حتت هاديه شويه وحتت يعني كده كده كان في ناس في الشارع، بس انا كده كده في عالم لوحدي وبتكلم مع نفسي. اتكلمت بجد مع نفسي في كل حاجه مضايقاني وفي اكتر الحاجات اللي انا محتاجه اغيرها من نفسي. بدات اواجه نفسي بالعيوب اللي انا شايفه ان انا لازم اغيرها. حسيت بجد بفرق فظيع قوي بعد الكام ساعه اللي انا قضيتهم لوحدي في الشارع. كانت خلاص اوريدي الساعه 11 جت، فروحت البيت عشان ما كانش ينفع اتاخر اكتر من كده. وروحت عملت لي المشروب الدافي بتاعي عشان خاطر اقدر يعني اكمل يومي برضو في البيت. بلس ان انا كمان كنت محتاجه اكتب بقى الخلاصه بتاعه الحاجات اللي انا فكرت فيها وانا تحت. وطبعا لما اتمشيت لوحدي واتكلمت مع نفسي ده ساعدني حوالي يعني بنسبه 90% عن ان انا كنت اجيب ورقه وقلم واقعد اكتب الافكار اللي متلخبطه في دماغي. فزي ما قلت لكم موضوع ان انا فتحت فويس نوت واتكلمت فيه ده ساعدني قوي لان انا اوصل للخلاصه اللي انا محتاجه حرفيا اكتبها وامشي عليها الفتره اللي جايه. هنا بقى كنت خلاص قعدت على المكتب بتاعي وجبت النوت بوك بتاعتي. طبعا يا ريتني ما كنتش نزلت بيها اصلا لان هي كانت واخده مساحه في الشنطه وانا ما قدرتش استخدمها بسبب الزحمه. بدات اكتب بقى يعني بوينتس اللي هو 1 2 3 4. طبعا كل شخص عنده حاجات مختلفه عن التاني، بس انتوا تقدروا تكتبوا كل حاجه نفسكم فيها، كل حاجه نفسكم توصلوا لها، كل حاجه محتاجين تغيروها، كل حاجه محتاجين تجددوها. اكتبوا كل الافكار اللي في دماغكم، طلعوا كل السلبيات وكل الايجابيات اللي في دماغكم، طلعوها وابداوا ان انتوا خططوا لمستقبل جديد احسن. عايزه اقول لكم ان الموضوع ده لو عملناه مره واحده على الاقل كل شهر هيفرق في نفسيتنا قوي. بعد كده قلت لازم ارش برفيوم على السرير عشان دي حاجه مهمه بالنسبه لي، واقرا صفحتين كده من القران بحيث ان انا اختم يومي بحاجه كويسه. والحمد لله بجد نفسيتي فرقت قوي. وبعد الفيديو ده حسيت حرفيا ان انا رجعت كده من اول وجديد، استعيد طاقتي بنفسي واستعيد كمان فكره ان انا اقدر ارجع اواجه العالم وانزل اقابل الناس من تاني. واخيرا بعد 23 ساعه كاملين قضيتهم لوحدي، ممكن يبان ان انا حزينه، بس تعالى اقول لكم تجربتي وايه الايجابيات في الموضوع وايه السلبيات، وتعالى اقول لكم كمان انا استفدت ايه وايه الحاجات اللي هخلي بالي منها الفتره اللي جايه.
طبعا ممكن يبان عليا ان انا حزينه، بس الواقع غير كده. الواقع ان انا تعبت جدا النهارده، ويعني اجهدت نفسي جامد جدا، وحاولت ان انا ابذل مجهود اكتر من الطبيعي. اتمشيت كتير قوي، حاولت ان انا اطلع كل المشاعر السلبيه اللي جوايا، حاولت ان انا اواجه نفسي في كل حاجه مزعلاني، فبالتالي قسيت على نفسي بزياده. بس في اخر اليوم حسيت بجد ان انا فخوره بنفسي، فخوره بكل حاجه بعملها. حسيت ان انا عايزه امتن على كل حاجه ربنا رزقني بيها، حسيت ان عايزه احمد ربنا كتير قوي على كل نعمه عندي. بجد التجربه دي يا جماعه فهي بالنسبه لي ناجحه بنسبه 1,000,000%. اكتشفت ان انا اقدر اعتمد على نفسي، اكتشفت ان انا اقدر ابسط نفسي بنفسي، اكتشفت ان انا مش لازم اعتمد على حد ولا اسند على حد عشان خاطر اكون مبسوطه. بالعكس انا قدرت اتبسط اكتر من الطبيعي اصلا. وتعالوا اقول لكم بقى ايه الدروس المستفاده من الفيديو بتاعنا بقى واحنا بنمسح الميك اب. اقول لكم ايه الدروس المستفاده من الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه معانا وهي ان انا اكتشفت ان الواحد لو عايش لوحده بجد هو ممكن يوصل لمرحله عاليه جدا من النجاح. وجود الناس حوالينا ممكن يكون بيعطلنا كتير قوي عن حاجات كتير جدا. وجود الناس حوالينا بيخلينا دايما مركزين مع اللي حوالينا اكتر مننا، وخصوصا لو ناس احنا بنحبهم. الموضوع ده بيأثر علينا بالايجاب وبالسلب، وفي الاغلب بيأثر علينا بالسلب اكتر لان احنا نفسيتنا بتكون متعلقه بوجود ناس حوالينا. النهارده اكتشفت ان انا اقدر حرفيا اساعد نفسي بنفسي، واقدر اعمل كل حاجه انا عايزاها. احنا عندنا 24 ساعه كامله في اليوم. لو بعيدنا عن السوشيال ميديا، بعيدنا عن الموبايل، بعيدنا عن الحاجات اللي بتشغلنا، هيبقى عندنا اليوم كامل بتاعنا نقدر نتعلم فيه حاجات كتيره قوي، نقدر نخرج، نقدر نبسط نفسنا، نقدر نمارس عبادتنا بكل اريحيه. مفيش حاجه شغلانه، مش مستنيين مسج من حد، قافلين النت، مش مستنيين مكالمه من حد. الحياه بعيدا عن الشوشره والناس اللي حوالينا بجد ممتعه قوي. بس ده ما يمنعش ان احنا لازم يكون في حوالينا ناس، لازم نبسط نفسنا بنفسنا، وفي نفس الوقت كمان نتعلم ان احنا لو كنا لوحدنا ومش حوالينا ناس احنا نقدر نتبسط، ونقدر كمان نعمل كل حاجه نفسنا فيها، ودي مش حاجه وحشه. انا واحده من الناس اللي يعني التجربه دي بالنسبه لي حلوه قوي، ولما جربتها واستمتعت بيها واخدتها بطريقه ايجابيه عن ان انا اخدها بطريقه سلبيه وان انا قد ايه وحيده، لقيت نفسي بجد مبسوطه، ولقيت نفسي كمان قادره ان انا اعمل حاجات كتيره قوي في يومي من غير شوشره ومن غير ضغط من اللي حواليا.